هقول لك على مفاجاه. في لعيب من الاهلي ارتبط معاه بصداقه قويه امبارح، بتكلم معاه قال لي تورب ده ما بيعرفش يدرب. المران بتاعه ما بياخدش ساعه. ما بنستفيدش منه جمله فنيه في المران. قول والله العظيم. قول والله العظيم حصل. لا انا لسه ما سالتكش السؤال. قول يا كابتن. قول والله العظيم. قول الحق. والله العظيم اقول الحق. بيلعب واساسي يعني ولا واساسي والله العظيم بيلعب واساسي. مش محتاجه لعيب، هي واضحه. هو اعتقد اللي بيلعب قبل اللي ما بيلعبش. فمدير فني لا، انا شايف اقل بكتير من قدرات الاهلي. الاهلي يمشي، لا مش منظومه الاهلي صعب تمشيه دلوقتي. كنت دايما بسمع عن الفجر والعهر في القاره السمراء، ولكن اليومين دول انا بقيت بشوفه. ما هو لما سيادتك تطلع دلوقتي ترد على الاستئناف اللي انا مقدمه كنادي اهلي وتقول ان انا معادكم معايا يوم الثلاث الساعه 11 صباحا، وبعد كده يجي لي خطاب تقول لي ان الساعه 1، وبعد كده تقول لي ان موضوع الاستئناف مش هيتنظر فيه دلوقتي وانه اتأجل لأجل غير مسمى. فاحنا دلوقتي قدام فضيحة مكتملة الارقام. ولما لاعب اساسي في النادي الاهلي يطلع يقول ان المدرب بتاعه او يسترب ما هواش مدرب، وان التدريب بتاعه عبارة عن ساعة فقط لا غير، وان احنا مش بنطبق اي جمل تكتيكية في التدريب، فدي في حد ذاتها بتقول ان احنا على اعتاب كارثة كبيرة جدا في النادي الاهلي. واهلا بيكم في صوت المدرج. بس قبل ما نبدا الكلام يا ريت تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتعملوا لايك للفيديو، ويا ريت فضلا وليس امرا تعمل اشتراك في القناه علشان نعرف نوصل لاكبر عدد من اخواتنا الاهلاويه. ويلا بينا نبدا. في البدايه كده الاهلي كان قدم استئناف او قدم طعن على موضوع المباراتين بتوع النادي الاهلي، الموضوع اللي طبعا الاتحاد الافريقي كان ظلم النادي الاهلي فيه ظلم بين عيانا بيانا، وده على حد راي الصحيفة المغربية أو الصحيفة الوطنية المغربية لما قالت إن متسبي بيحاول يتقرب للاتحاد المغربي وبيحاول يتقرب لفوزي لقجع عن طريق إنه يظلم الأهلي، ولكن إحنا عايزين حقنا وبس، مش عايزين ظلم لحد. فده اعتراف قوي جدا جدا بظلم النادي الأهلي. فالأهلي قدم استئناف على موضوع المباراتين وقال إحنا ممكن نتعامل أسوة بما حصل للترجي ذات نفسه بإخلاء المدرج اللي كان سبب في المشكلة، ولكن يأتي الرد إن أنا معادكم في الاستئناف يوم الثلاث الساعة 11، ومن بعديها يجي لك خطاب تاني يقول لك لا إن الموضوع اتأجل للساعة 1 في نفس اليوم ذات نفسه، ومن بعدها يجي لك خطاب ثالث يقول لك إن الموضوع اتقفل دلوقتي ومش هيتنظر فيه بعد اجل غير مسمى. وده بيدل ان في فساد كبير جدا 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 بيحاك ضد النادي الاهلي، بيدل كمان ان في مؤامره كبيره جدا بتدبر ضد النادي الاهلي على مرأى ومسمع من العالم كله. ما هو انا لما تكون جماهيري ما غلطتش غير اول مره ورمي ازايز مش رمي سكينه معجون، فسيادتك تروح تعاقبني علشان خاطر تراضي اطراف معينه بعينها، فده في حد ذاته فساد. ولما سيادتك انت تقول ان الميعاد او ميعاد الاستئناف في الوقت الفلاني وبعد كده تأجله، وبعد كده تقول ان مفيش استئناف دلوقتي والموضوع اتأجل لأجل غير مسمى، فسيادتك كده فاسد بدرجة امتياز. وبما ان سيادتك انا دلوقتي كنادي اهلي متضرر من الموضوع، وبما اني انا دلوقتي المفروض ان المباراة المتحدد ليها يوم السبت اللي جاي المفروض ان هي هتكون بدون جمهور، فانا متظلم ان المباراة تكون بجمهور حتى ولو كان المنع للمدرج المتسبب في العقوبة. فسيادتك لما تيجي دلوقتي تأجل لي وانا انفذ العقوبة، فانا دلوقتي ايه اللي انا استفدته كنادي اهلي؟ ولكن من الواضح كده ان كل حاجة بتدار عكس ما النادي الاهلي عاوز، او كل حاجة ان صح التعبير بتدار على حسب اهوائهم. او دلوقتي احنا بنلعب لعبة الكراسي الموسيقية والبقاء للأقوى. وهنا بقى يا صديقي البقاء للمغرب، البقاء لفوزي لقجع، البقاء لفريق صن داونز، البقاء لفريق الترجي التونسي، البقاء للي ليه صوت في الاتحاد الأفريقي. أما أنت لا حول ولا قوة ليك، وفي الآخر يقولوا عليك مدلل الكاف. ودلوقتي يا صديقي معانا شوية فيديوهات بتدل ان في فساد حقيقي جدا، وبتدل ان فعلا في مؤامرة بتدار ضد النادي الاهلي علشان يتم اقصائه من البطولة، والبطولة تتوجه لفريق تاني بعينه. فيلا بينا نشوف الفيديو ونرجع نرد عليه. حاجة يا جماعة مهم في هذا التوقيت، النادي الاهلي اصدر بيان في الوقت الحالي، وهذا البيان هو ردا على فكرة تأجيل الرد على الاستئناف اللي الأهلي طالب بيه لعقوبة عدم اللعب بجمهور في مباراة العودة. الأهلي بيحتج على قرار الكاف ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي. الأهلي واخد عقوبة إنه الماتش بدون جمهور. الأهلي قدم استئناف، الكاف بلغ الأهلي
انه تم تاجيل النظر في الاستئناف ده الى اجل غير مسمى، مش هيتنظر قبل المباراه الجايه قدام الترجي، فانت هتلعب من غير جمهور. فالاهلي يحتج على قرار الكاف في المباراه السبت، وعطفا على اللي كنا بنقوله من شويه يمكن المسائل المتصله. طب هو لما ياجلوا الاجل غير مسمى هو هيلعب كام ماتش بدون جمهور؟ مش ماتش واحد؟ يعني القرار العقوبه اعتقد ان هو ماتش واحد. ده كمان الخطاب الاول اللي وصل للاهلي انه هينظر بكره 11 الصبح. ده اول فاصل، اول فاصل يا بيومي، ده اول خطاب وصل. اللي جه من شويه اللي طلع عليه البيان اجل غير مسمى. خلاص يبقى هو هيطبق العقوبه، يعني الاستئناف كانه لم يكن يعني. احنا ملناش وجود، ملناش تمثيل مؤثر كمصريين. وضحت الرؤيه، وصدفه ده حصل بعد الفايل اللي احنا فتحناه على موضوع الكاف. بصراحة انت قلت كل الكلام اللي ممكن يتقال. انا دلوقتي راجل متضرر فمقدم استئناف علشان خاطر العقوبة اللي انت منزلها عليا، فانا دلوقتي مقدم استئناف ضد العقوبة. يعني مثال واحد اتحكم عليه ب10 سنين فمقدم استئناف علشان ياخد 3-4 سنين او حتى ياخد نص العقوبة. فسيادتك دلوقتي اجلت الاستئناف لحد ما خلص هو ال10 سنين بتوعه. فهل الاستئناف هنا ليه اي لازمه او هل الاستئناف ليه اي فايده؟ هو ده بالظبط اللي بيحصل مع النادي الاهلي. سيادتك دلوقتي انا المفروض المقرر عليا عقوبه مباراه بدون جمهور، فسيادتك لما تيجي تخليني احضر مباراه الترجي يوم السبت اللي جاي بدون جمهور، فاذا كده انت بتقول لي اخبط دماغك في الحيط والاستئناف اللي انت مقدمه تبله وتشرب ميته. دي النهاية بكل بساطة. والكابتن انهى الكلام بتاعه، قال بمنتهى البساطة كلمتين كان فيهم الملخص والخلاصة بتاعة الكرة المصرية: ان انت فعلا كده مالكش ظهر، ان انت فعلا مالكش حد تتسند عليه، ان انت لو بتيجي تتكلم دلوقتي عن هاني ابو ريدة او اي حد في الكاف فانت خلاص بقيت مستباح ومالكش اي تمثيل حتى ولو كان تمثيل مشرف. وهنا بقى لازم الاهلي بنفسه يطالب بكل حقوقه حتى ولو هيوصل ويصعد لاعلى المستويات، لان الفساد واضح عيانا بيانا، من اول الحكم اللي ظلمك في دور المجموعات لحد الحكم اللي تقرر لك مع ان انت اصلا كنت مقدم شكوى ضده، فكون ان هو يقرره لك فده معناه ان في فساد ومعناه ان في فضيحه ومعناه ان في مؤامره بتتنفذ ضدك. حكم كل التحكيم اللي حكموا في البطوله 3 مباريات من ضمنهم مباراتين بس ليك، وكل القرارات في المباراة كانت ضدك، وكان ليك ضربة جزاء صحيحة بنسبة 100% لم تحتسب، وضربة جزاء بيرجع ليها بعد 6 دقايق. يعني كان الأهلي هجم هجمة و2، فلنفترض إن الأهلي جاب جون في الوقت ده، برضه كنت هترجع للفار. يلا نشوف الفيديو اللي بعده ونرجع تاني. الاهلي بكتير. هقول لك على مفاجأة، في لعيب من الأهلي ارتبط معاه بصداقة قوية امبارح بتكلم معاه، قال لي تورب ده ما بيعرفش يدرب. المران بتاعه ما بياخدش ساعة. ما بنستفيدش منه جمله فنيه في المران. قول والله العظيم. والله العظيم حصل. لا انا لسه ما سالتكش السؤال. قول يا كابتن. قول والله العظيم. قول الحق. والله العظيم اقول الحق. بيلعب واساسي يعني ولا واساسي والله العظيم بيلعب واساسي. مش محتاجه لعيب، هي واضحه. هو اعتقد ان بيلعب قبل اللي ما بيلعبش. فمدير فني لا انا شايف اقل بكتير من قدرات الاهلي. الاهلي يمشي، لا مش منظومه الاهلي صعب تمشيه دلوقتي. احنا يا ساده دلوقتي قدام مصيبه بكل ما تعني الكلمه، لما لاعب اساسي في فريق النادي الاهلي يطلع ويقول، او حتى ان كانت مجرد تسريبات، يقول ان المدرب احنا مش بنستفيد منه باي حاجه، وان التدريب بتاعه عباره عن ساعه بس، وان مفيش اي جمله بتتنفذ. فدي في حد ذاتها مصيبه، واعتقد ان الكلام ده اكيد هيكون صحيح، لان انا وانت وكل المشاهدين شايفين اداء النادي الاهلي، وعارفين ان مفيش اي جمل تكتيكيه بتحصل في ارض الملعب، وعارفين كمان ان مفيش اي ابداعات من المدرب اللي موجود. فيا ريت اداره النادي الاهلي تصحى قبل فوات الاوان وتشوف مدرب يليق بالنادي الاهلي، واذا كان بقى على الفلوس فاللي جاب المدرب ده هو اللي يدفع له فلوسه. ويلا بينا نشوف الفيديو اللي بعده ونرجع تاني. هقول لك سؤال بس، الجمهور النادي الاهلي مستني، بما انك قاعد معايا وتابعنا الماتش اتفرجنا عليه سوا، مطمن وحاسس ان الاهلي قادر بالمستوى اللي قدمه الترجي ان هو ان شاء الله الاهلي يتخطى عقبه الترجي بقى ولا لا؟ والله لو جبت فريق 16 سنه مطمن. طب تمام. بس كنت اطمن اكتر لو جمهور النادي الاهلي موجودين. يعني لو الجمهور موجود هطمن. بس انا دايما بحب يبقى عندي رؤيه. انا مش باصص على ماتش الترجي بس، انا دايما بحب يبقى النادي احسن حاجه، عشان يبقى احسن حاجه غانم فرويدين كمان جامدين جدا، وان شاء الله باذن الله يا رب نبارك لبعض في المباراه يوم 21 وان شاء الله الاهلي يعدي الترجي باذن الله. كلام جميل جدا على سبيل التحفيز، ولكن الحقيقه بتقول ايه؟
الحقيقة يا صديقي إن الحقيقة مرة فوق ما تتخيل. الكلام ده كان ممكن تقوله لو حد ماسك النادي من ولاد النادي، حد عنده النزعة الهجومية، عارف إن الأهلي مش بتاع خسارة، عارف ان الاهلي بيقدر يكسب حتى بعد الدقيقة 90، حد عنده روح النادي الاهلي، حد عنده النزعة الهجومية، حد لا يقبل بالخسارة حتى وان كانت واردة وموجودة، مش مدرب عبارة عن سباك كل خططه نمطية، تحس ان هو بيعك في الملعب، تحس ان هو مش بيعمل اي جديد، او اللي كل الناس بتتكلم عليه ومتفقة عليه هو بيعمل عكسه، تحس ان هو كده ناوي ان هو يخسرك، تحس ان هو بيزهقك لحد ما انت تقول له مع السلامة وتفضل فلوسك وتوكل على الله. وفي النهاية يا صديقي بتمنى ان النادي الاهلي يقدر ان هو يحسم موقعة السبت اللي جاي قدام الترجي، ونقدر نكسب الفريق ده في ارض الملعب كورة، حتى وان كنت خسرت المباراة اللي فاتت في رادس بفضيحة شافها العالم كله. اشوفك على خير في فيديو جديد وحلقة جديدة، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس فضلا وليس امرا، وتحط لايك للفيديو علشان نوصل لاكبر عدد من اخواتنا الاهلاوية. واشوفك على خير في فيديو جديد. سلام.